أهلا بيكم طلبة أولى إعدادي. النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الثالث من مادة الدراسات بعنوان نهر النيل والحضارات القديمة في أفريقيا. وهنشرح النهاردة جزء نص الدرس اللي هو خاص بنهر النيل، بينما الجزء الثاني اللي هنشرح فيه الحضارات القديمة في أفريقيا هنعمله فيديو تاني إن شاء الله. أول حاجة هنبتدي بيها اللي هو نهر النيل، وده الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة بس، مش هنتكلم على الحضارات. طيب، هناخد نبذة بسيطة عن نهر النيل. أول حاجة بيقول لنا إن نهر النيل يعد نهرا دوليا. يعني إيه نهر دوليا؟ يعني النهر الذي يمتد مجراه وروافده في أكثر من دولة. طالما النهر ده بيمر بأكثر من دولة بسميه نهر دولي، بينما لو النهر ده بيمر في دولة واحدة بس بسميه نهر محلي. تمام؟ طيب، ايه هم الدول اللي بيمر بيهم نهر النيل؟ وخلي بالكم في معلومة مهمة، ان نهر النيل هو اطول انهار العالم. طيب، ايه هم الدول اللي بيمر بيها نهر النيل وروافده؟ تمام، قال لي هنا ان هم 11 دولة. طب تعالوا كده نعدهم مع بعض. اول دولة عندنا اللي هي دولة مصر، رقم واحد. رقم اتنين دولة السودان. رقم تلاتة دولة إريتريا. رقم أربعة دولة أثيوبيا. رقم خمسة جنوب السودان. رقم ستة أوغندا. رقم سبعة كينيا. رقم تمانية تنزانيا. رقم تسعة بروندي. رقم عشرة رواندا. ورقم 11 الكونغو. دول ال11 دولة اللي بيمر فيهم نهر النيل وروافده. تمام، يبقى دي أول معلومة احنا أخدناها. طيب، ايه اللي احنا عاوزين نعرفه تاني؟ تاني معلومة عندنا اللي هي يطلق على المساحة التي يجري بها النهر ورافده بحوض النهر. كل الأراضي اللي بيمر بها نهر النيل بسميها حوض النهر. طب بسميها حوض ايه؟ النهر. تالت حاجة ان مساحة حوض النهر تشغل 10% من مساحة قارة افريقيا، لان نهر النيل بيمر بقارة افريقيا فقط. تمام، 10% من مساحة القارة. طيب، بعد كده بيقول نتيجة ان النهر ده بيمر بيه كذا اكثر من دولة، فدول دي عملت تجمع بينها وبين بعضها، سمي بتجمع الاندوجو. وكلمة اندوجو معناها الاخاء باللغة السواحلية. تمام. طيب، مين صاحب فكرة التجمع ده وليه اتعمل التجمع ده؟ صاحبة فكرة إنشاء التجمع دوت هي دولة مصر. طيب، ليه فكروا في موضوع التجمع دوت أو تجمع الاندوجو ده؟ قال لي عملوا التجمع ده بهدف التشاور والتنسيق ودعم التعاون بين دول الحوض. طالما النهر ده بيعدي أكتر من دولة، فلازم الدول دي يحصل بينهم تجمع، اتفاقيات وتشاورات وتنسيق وتعاون بينهم، علشان بيمر بيهم نهر هو مصدر الحياة عندهم. تمام، عشان كده لما يقول لي بما تفسر ايه الهدف من انشاء تجمع الاندوجو، هقول له هدفه التشاور والتنسيق ودعم التعاون بين دول الحوض، اللي هم دول حوض نهر النيل، والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم. طيب، في نقطة مهمة جدا عن نهر النيل. نهر النيل أي نهر في العالم بيكون ليه حاجة اسمها منبع أو البداية، وليه حاجة اسمها المصب. فاحنا يهمنا اكتر ايه هي منابع نهر النيل. يعني نهر النيل المية بتاعته بتيجي منين؟ قال لي نهر النيل ليه منبعين. ليه ايه؟ منبعين. المنبع الاولاني بسميها المنابع الدائمة. تمام، واللي هي موجودة في الجنوب، هشاور عليها كده اهي في الجزء ده. دي اسمها المنابع الدائمة. ليه سميتها الدائمة؟ قال لي علشان ان هي بتسقط فيها الامطار طوال العام، فعشان كده سميتها منابع دائمة. طيب، تقع فين هذه المنابع الدائمة؟ قال لي فوق هضبة البحيرات الاستوائية اللي اخدناها في الدرس الثاني. تمام كده. احنا قلنا في افريقيا عندنا 4 هضاب: هضبة شمال افريقيا، هضبة الحبشة، هضبة البحيرات الاستوائية، والهضبة الجنوبية. فالمنابع الدائمة تقع في هضبة البحيرات الاستوائية اللي موجودة في وسط القارة. طيب،
النقطة التانية، المنابع دي أو أمطارها غزيرة جدا دائمة تتدفق طوال العام. معنى كده إن ممكن حد يقول لي طالما هي بتتدفق طوال العام يبقى إذا هي السبب الرئيسي إن المية موجودة طوال السنة عندنا في مصر. بس في حاجة لازم ناخد بالنا منها في هذه المنابع، إن هي لا تصل منها سوى كميات قليلة. إيه ده؟ يعني ازاي ان المنابع دي بتسقط فيها الامطار طول العام، وبالرغم كده بتقول لي ان الميه اللي بتجينا منها بتكون قليله جدا؟ هقول لك بسبب حاجتين. لان المنابع دي بيكون فيها كميه او كثره مستنقعات كتيره جدا، تمام، وكمان فيها زياده التبخر. فكره المستنقعات دي منطقه بتسحب ميه كتير جدا من هذه المنابع. والتبخر ليه؟ لو نلاحظ كده يا جماعة تحت كده، هنلاحظ ان البحيرات دي بيمر بيها دائرة الاستواء، واحنا عارفين ان المناطق اللي بيمر بيها دائرة الاستواء بتكون مناطق فيها ارتفاع درجة الحرارة طوال العام. فكمية كبيرة من المية في المنابع دي بيحصل لها تبخر، تمام، فعشان كده بيوصل لك كمية قليلة، بالإضافة للمستنقعات اللي هي بتمتص كمية كبيرة من المية. عشان كده المية لما بتيجي توصل فوق للشمال بتكون كميتها ايه؟ قليلة. تمام. طيب، تاني حاجة بيقول لنا ان المنابع الدائمة ديت عبارة عن بحيرات عذبة. واكبر البحيرات ديت اللي هي بحيرة فيكتوريا، اللي هي باينة عندكم في الخريطة دي، بحيرة فيكتوريا. وبيقول عليها ان هي ثاني اكبر البحيرات الطبيعية العذبة في العالم. اكبر بحيرة عذبة في العالم توجد في الولايات المتحدة الامريكية، ودي تاني اكبر بحيرات طبيعية عذبة في العالم. وبيقول ان الهضبة دي هي مش بحيرة واحدة، هي مجموعة بحيرات. طبعا انتوا مش عليكم البحيرات دي اسمها ايه، بس انا هقولها لكم كمعرفة يعني. اول حاجة واكبرهم اللي هي بحيرة فيكتوريا، اللي انا مشاور عليها بسهم ايه الماوس دي. وبحيرة تانية اسمها بحيرة كيوجا، وبحيرة تالتة اسمها بحيرة ألبرت، وبعد كده في بحيرة اسمها بحيرة جورج، والبحيرة الرابعة اسمها بحيرة إدوارد. كل دي المية بتاعتهم بتتجمع وبتتجه نحو الشمال في فرع واحد اسمه بحر الجبل. بحر ايه؟ الجبل. هو مش بحر، هو بيسموا النهر هناك، الدول هناك بتسمي النهر بحر، عشان كده سموه بحر ايه؟ الجبل. بعد كده يا جماعة ان في نهر هو اللي بيغذي بحيرة فيكتوريا بالمية، نهر اسمه نهر كيوجا. نهر اسمه نهر ايه؟ كيوجا، اللي هو دوت. تمام. هو ده اللي بيمد بحيرة فيكتوريا بالمياه. تمام. ويعتبر من اهم مصادر مياه بحيرة فيكتوريا. ده اول منبع عندنا اللي هي سميتها المنابع الدائمة. بعد كده يا جماعة هنتكلم عن المنابع الموسمية. طيب، هنا سميتها موسمية ليه؟ هقول لأن الأمطار بتسقط فيها في موسم معين وهو موسم الصيف. طيب، المنابع الموسمية بتوجد فين؟ قال لي فوق هضبة الحبشة، اللي هي في الشرق، اللي احنا قلنا عليها قبل كده واخدناها في الدرس التاني. طيب، الأمطار فيها أمطار موسمية، بس بتكون أمطار موسمية غزيرة جدا. تمام. والامطار هنا بتسقط فوق الهضبه، وبعد كده بتتجه نحو الغرب وتلتقي بحر ايه؟ الجبل. طيب، وكل الميه دي بتروح الى النيل الابيض او بحر الجبل، وبعد كده بتزق ميه نهر النيل الى الشمال اكتر، لان الميه اللي بتوصل لبحر الجبل من البحيرات الاستوائيه بتكون حركتها بطيئه جدا جدا جدا، فمحتاجه كمان روافد تزق الميه بتاعتها الى الشمال. فبتيجي هنا المنابع الموسميه وبتاخد الميه ديت بتاعه البحيرات الاستوائيه وبتزقها الى ايه؟ الشمال. تمام كده يا جماعه؟ يبقى معنى كده ان الهضبه دي، المنابع دي توجد فين؟ في هضبه الحبشه. تتميز بايه؟ تتميز بان امطارها موسميه غزيره، تتضمن مجموعه من الروافد، اهمهم اهو نهر الصباط والنيل الازرق ونهر عطبرة. كل دول بيجتمعوا مع بعض في النيل الابيض، وبعد كده بيتجهوا الى مصر وبيصبوا في البحر ايه؟ المتوسط. هو دوت بالنسبة للمنابع بتاعة نهر النيل. طيب، ايه دور مصر في تحقيق التنمية المستدامة لمائية حوض النيل؟
هل مصر كان لها دور ان هي تحافظ على الميه في نهر النيل ولا لا؟ مصر منذ القدم كانت بتسعى لتنمية واستثمار الموارد المائية لنهر النيل بشكل مستدام. وكلمة شكل مستدام يعني أقدر أستغل مياه نهر النيل بحيث كمان إن أنا أحافظ على البيئة وراعي حقوق الأجيال القادمة. يعني اللي أنا ما استغلش مياه نهر النيل لنفسي بس في الوقت الحالي وماليش دعوة بالأجيال اللي جاية، لا، ده ما اسمهاش تنمية مستدامة. التنمية المستدامة اللي أنا أستثمر مياه النهر بحيث أحافظ على البيئة وبحيث أراعي حقوق الأجيال القادمة، تحقيقا لمبدأ الاقتصاد الأخضر. يعني ايه اقتصاد أخضر؟ كلمة اقتصاد أخضر معناه اللي هو اقتصاد الصديق للبيئة، لأن أنا استثمر المية ومع الوقت أحافظ على مين؟ على البيئة. تمام؟ وكمان أحقق العدالة الاجتماعية، إن يكون توزيع المية للأجيال يكون توزيع عادل للأجيال الحالية والأجيال اللي جاية، وبذلك هيحد من الفقر والبطالة. بعد كده دور مصر في تحقيق التنمية المستدامة؟ عملت مصر بقى؟ دورها؟ اول حاجة ابتدت مصر تعمل خزان سونار اللي موجود في السودان اهو لصالح السودان، والسد ده احنا عارفين ان هو بيتعمل لتوليد الكهرباء. كمان مصر دفعت تكاليف انشاء خزان جبل الاولياء برضك اللي موجود فين؟ اللي موجود في السودان، ودول علشان يساعد السودان لتوليد الطاقة الكهربائية. طيب عملت ايه كمان؟ ابتدت كمان مصر انشأت سد الإوين اللي موجود عند بحيرة فيكتوريا، ودوت علشان تخلي دولة أوغندا تستفاد من المياه بتاعت بحيرة فيكتوريا، تمام، وتوليد الكهرباء. كمان مصر حفرت العديد من الآبار في كينيا، وأنشأت مراكز البحوث المائية في تنزانيا. طيب عملت ايه كمان مصر؟ عملت على تطهير بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات. المنطقة اللي فيها مستنقعات ابتدت تطهر بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات. الاتفاقات الدولية دي اللي احنا قلناها دي دور مصر. طب هل في اتفاقات للدولية والإقليمية للمياه؟ اه, آه الأمم المتحدة وضعت قانون تنظم فيه استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية. طبعا احنا عارفين ان مية النهر دي ممكن تستغل في الملاحة، في مثلا السفن، في حركة السفن رايح جاية والكلام ده. فهي الأمم المتحدة علشان تخلي الدول يبقى في قانون في استخدام المجاري المائية، طبعا حطت قانون للكلام ده علشان كل واحد يقدر يستخدم المياه بتاعته بشكل أمثل. والقانون ده نظم استخدام مياه نهر النيل وتنميتها وإدارتها وحمايتها والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها للأجيال الحالية والمقبلة. يعني كان برضك للولايات المتحدة الأمريكية دور كبير في الحفاظ على مياه نهر النيل واستخدامها وتنميتها وحمايتها. نيجي بقى على مصر ودول حوض النيل. مصر عملت اتفاقيات، منها اتفاقية 1929، ونصت على التزام دول حوض النيل اللي هم ال11 دولة بعدم قيام بأي مشروعات على النهر بغير اتفاق مسبق. أي دولة عاوزة تعمل مشروع على مياه نهر النيل ما ينفعش غير لما لما الدول دي تتفق مع بعض وتوافق على المشروع ده. كمان مصر عملت اتفاقية اللي اسمها اتفاقية 2015، والاتفاقية دي اتفقت فيها مصر وأثيوبيا والسودان على عدة مبادئ، منها التعاون والتنمية وعدم التسبب في ضرر والاستخدام المنصف والمناسب لمياه نهر النيل. احنا عارفين ان مصر دول مصب لنهر النيل، وأثيوبيا دول منبع لنهر النيل، والسودان ما بين الدولتين. فعشان كده مصر عملت الاتفاقية دي للهدف منها التعاون والتنمية وعدم التسبب في ضرر والاستخدام المنصف لمين؟ يعني الاستخدام العادل والمناسب لمياه نهر النيل. وبكده يا جماعة يكون خلصنا أول جزء من شرح درس نهر النيل والحضارات القديمة في أفريقيا. تيجي ناخد أسئلة على الجزء اللي احنا أخدناه. قال لي رقم واحد صح أم خطأ مع تصويب. يعد نهر النيل نهرا دوليا. نهرا دوليا يعني بيمر بأكتر من دولة، صح ولا غلط؟ احنا قلنا طبعا الإجابة صح لأن هو بيمر ب 11 دولة.
اتنين، يصب نهر الكجيرة في بحيرة فيكتوريا من جهة الشرق. هل نهر الكجيرة من ناحية الشرق ولا ناحية الغرب؟ لا، هو من ناحية الغرب، فالإجابة غلط. يمد نهر الصباط بحر الجبل بالمياه فتزيد قوة النيل ويتجه نحو الشمال. صح. احنا نهر الصباط ده فرع او رافد من روافد هضبة الحبشة، واللي هو بيلتقي ببحر الجبل، تمام، وبيزيد قوة النهر وبتتجه إلى إيه؟ الشمال. أربعة، تعد بحيرة تانا ثاني أكبر بحيرات الطبيعية العذبة في العالم. طبعا الإجابة إيه؟ غلط، هو بحيرة فيكتوريا. قامت مصر بإنشاء مراكز بحوث المائية في كينيا. لا غلط، هو في تنزانيا. ساهمت مصر في تطهير بحيرة فيكتوريا وكوجا من الحشائش والنباتات. الإجابة صح. بما تفسر قلة مساهمة المنابع الدائمة في مياه نهر النيل؟ بالرغم من المنابع اللي هي الاستوائية منابع دائمة، إلا إنها بتدينا مية بكمية قليلة. هقوله بسبب إيه؟ المستنقعات وزيادة التبخر. اتنين، حدد اتنين من جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة لمائية نهر النيل في دول الحوض. هقول له إنشاء خزان سونار على النيل الأزرق لصالح السودان، وتاني حاجة إنشاء سد إوين بأوغندا. بعد كده وضح أهداف تجمع الأندوج، اللي هم التجمع اللي اتعمل بين ال 11 دولة. أول حاجة أقول له أهم حاجة التشاور والتنسيق ودعم التعاون بالدول الحوض والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم. خمسة، دلل على صحة العبارة الآتية: قامت مصر ودول حوض النيل بعقد اتفاقيات لتنظيم وتنمية إدارة مياه نهر النيل. إيه هي الاتفاقيات اللي عملتها مصر لتحقيق تنمية وإدارة مياه نهر النيل؟ عندنا اتفاقية 1929 نصت على التزام دول الحوض بعدم القيام بأي مشروعات على النهر بدون اتفاق مسبق. ورقم اتنين اتفاقية 2015 واتفقت فيها مصر وأثيوبيا والسودان على عدة مبادئ، منها التعاون والتنمية وعدم التسبب في الضرر والاستخدام المنصف والمناسب لمياه نهر النيل. وبكده يا جماعة يكون شرحنا أول جزء من درس نهر النيل والحضارات القديمة في أفريقيا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وشكرا لكم، بالتوفيق لطلبة اولى اعدادي ان شاء الله.